كان هناك سيدة تعيش مع زوجها ولم يرزقهم الله بأبناء، إلى أن جاء يوم ومات الزوج، لتصبح هذه السيدة وحيدة بلا زوج أو ابن، فقررت أن تقوم بشراء كلب وتعمل على تربيته كي يكون لها ونيس. وبالفعل أتت تلك السيدة بالكلب وخصصت له غرفة خاصة له واعتنت به كأنه ابنها. وفي يوم من الأيام مات الكلب، وحزنت عليه هذه السيدة حزنا شديدا لدرجة أنها عاملته معاملة البشر حين يموتون، فاشترت كفن وجاءت بصندوق ليتم دفنه في مدافن الإمام الشافعي. بل وقد وصل الأمر بأن أجرت مجموعة من النساء ليرثوا الكلب بكلمات حزينة كأنه ابنها، فيما تعرفن هؤلاء النسوة بالمعددين ليعددوا على الكلب يعني. وبالفعل كانت جنازة مهيبة، وكل من يسأل تلك السيدة عن الميت كانت تقول إنه ابنها، إلى أن سألتها إحدى السيدات والتي كانت جارتها منذ سنوات، وسألتها عن من هو الميت، ولما أجابتها بأنه ابنها قالت لها تلك السيدة: أنت لم تنجبي من الأساس، وزوجك متوفي من سنوات، فكيف يكون لك ابن وتوفي أيضا؟ حينها اضطرت صاحبة الكلب للإفصاح عن سرها، وطلبت من تلك السيدة عدم إفشائه، ولكن لم تستطيع تلك السيدة الحفاظ على السر، وكلما رأت شخصا كانت تقول له، مما تسبب في غضب الناس جميعا، وذهبوا لكي يتعاركوا مع السيدة صاحبة الكلب المتوفي، حتى إنهم هموا ليضربوها. وهنا تدخلت الشرطة كي تحمي السيدة من بطش الناس. وعندما سألوا عن سبب المشاجرة قال أحدهم: الجنازة حارة والميت كلب. وظل هذا المثل يتداول، وأصبحت هذه الجملة تردد حتى اليوم عندما يشتد الخلاف بين اثنين على أمر تافه ولا يتعدى أو لا يستحق كل هذا الخلاف والخصام.